مورنينج يا جماعة والله عشان hello this is يارا. لو انتوا أول مرة تشوفوني فأنا يارا، لو معايا في الصالون من بدري هلو وحشتوني أوي. بالمناسبة الانترو دي هتبقى لحاجتين، يا إما فلوجز يا إما اللي أنا هعمله دلوقتي، لأن أحد منكم مش عارفة مين كان بعتلي إن أنا أعمل حجاب توتوريال على فيديو، فأنا هعمل الاتنين حجاب توتوريال اللي كانوا في الفيديو بلس واحدة كمان. فابقوا قولوا لي لو هذا النوع من المحتوى عجبكم، بس هحكي لكم على one of the K-dramas اللي انا بتابعها دلوقتي كده اختصارا لان انا مش هعرف اعمل عليها فيديو لان هي triggering شوية. طيب نبدأ بقى باللي احنا هنعمله ده. اولا البندانة طبعا لا غنى عنها. ثانيا بقى اول واحدة كانت ان انا كنت لابساها عاملاها كده وحاطة الكاب دي فوقيها، فأنا هاوريكوا ازاي تعملوها بالظبط عشان it was my favorite، عشان أنا مكنتش بعرف ألبس مكنتش بحب شكل الطرحة يعني وأنا بلبس هودي أو حاجة، حسيت إن دي لذيذة شوية. كده دي يعني الحتة اللي قدام دي هتستخبى تحت الطاقية، فانتوا هتاخدوا دي كده. المهم عايزة احكيلكوا على الكي دراما اللي أنا بتابعها، وهي اسمها نميب أو الإصدار تقريبا. البطلين اللي فيها بجد I love them so much. واحد منهم كان في twinkling watermelon أو البطيخ المتلقلق، اللي هو كان المفروض طالع بينقذ أبو دول هنحطهم هنا دلوقتي. جماعة أنا وشي ما بيلاقيش معايا إن الحاجة تبقى ماسكة على وشي قوي، فأنا على طول بتلاقوا الحتة دي على طول بسيبها لوس معايا. الحق عليها هكذا، يعني بيبقى شكلنا عبيط كده في الأول وبعد كده بنعمل كده. ماشي، هي بتعملوها كده ترجعوها ورا، بتبقى يعني على حسب ايه شكل وشكوا، تمام. وبعدين بجيب دي احطها كده و يعني انا كنت مقدماها اكتر من كده في الفيديو، بس يعني this is يعني اقرب حاجة، فاهمين؟ بتبقى شكلها لذوذ مع الوش الطويل. تاني واحدة بقى اوريها لكم زي ما انا وريتكم نعملها لوس من هنا ازاي كده. دي كده من ورا يعني بنجيبها كروس، طبعا بنحط دي بقى ايه جوه، بتجيبوها كده بس ما بتعملوش حاجة يعني، ولا بتربطوها ولا أي حاجة، بتجيبوهم كروس مع بعض وتحطوا واحدة منهم اللي هي القصيرة بتحطوها في ظهركم، وبقى دي تعملوها كده تظبطوها وتعملوها دي كده. أنا باصة هنا عشان المراية عشان نعرف أنا بعمل لكم ايه. اوكي، عايز احكي لكم على المسلسل قبل ما نخلص. المسلسل قصته هو ايدل كي دراما، وبيتكلم شوية عن الشركات اللي هي بتاعة الترفيه زي الشركات اللي هي بتشغل الايدلز. والبطلة اللي فيه اللي انا بحبها جدا جدا، هذه الممثلة الجامدة، طالعة هي المديرة التنفيذية، وبتحصل مؤامرة عليها ان هما يحاولوا يشيلوها من المنصب بتاعها. والولد اللي هو اللي كان في توينكلينج ووتر ميلون، انا كنت فاكره اسمه لحد امبارح ودلوقتي نسيته. يا جماعه انا طالعه لي حبايه هنا مش عايزه تسيبني في حالي، وبرده باكل مخلل. اي دو لاف مخلل سو ماتش. الولد ده كان شغال في الشركه دي برضو، اسمها شركه بانادورا. كان شغال جوه الشركه دي بس من هو صغير، من هو عنده 9 سنين. مامته وباباه رموه في المكان ده عشان يستفادوا منه. الاتنين هيمشوا من الشركة في نفس الوقت. الولد عشان الشركة بتصفي في مدير تنفيذي جديد بدل المديرة التنفيذية اللي هم اتأمروا عليها دي ومشوها، وطبعا خلاص المديرة التنفيذية مشيت عشان المؤامرة اللي حصلت.
الولد هيبقى ماشي عليه دين كبير بتاع $1,000,000 حاجة كده، بسبب مامته obviously. I hate this lady والله العظيم أنا باكرهها كره العمى. اللي أنا حبيته قصته حلوة أولًا، ثانيًا هيجيبوا أبعاد القصة اللي هي بتاعة شخصية الولد اللي في twinkling watermelon، وإن هو إزاي في حاجة معينة بيحاول يعملها عشان يهرب من الماضي بتاعه ده. في لحظةٍ ما المديرة التنفيذية دي والولد ده هيتقابلوا مع بعض، علشان هي هتحاول تستفاد منه في جزئية معينة، وأنا هاقول لكم إيه هي. العيلة بتاعة المديرة التنفيذية دي، لإن بجد العيلة أنتم لو شفتوها العيلة مشتتة، بجد العيلة دي لو ضعيفة من تاني يوم خلاص انتهت العلاقة. بس الحلو فيها إن كل حاجة أنتم شايفينها ممكن إن هي بتهدد هذه العلاقة الأسرية، بجد الدفى والcomfort اللي انتوا هتحسوه من العيلة دي، هتحسوا ان انتوا ده اللي بيحصل on daily basis عندنا. يعني مفيش بقى عصبية، وفي عصبية في عصبية اوكي، بس بعديها بيبقى فيه اللي هم خايفين على بعض. الست دي بعد ما خسرت شغلها كمديرة تنفيذية وهتبدأ من أول وجديد، على طول دورت على بديل، علشان هي عندها هدف إن هي عايزة تحقق حلم ابنها مهما كان، لأن ابنها لما كان صغير حصلت له حادثة وفقد السمع بتاعه. أعمل لكم تالت واحدة وأنا بتكلم علشان نلخص في الوقت. أنا مبغيرش هذا الكيف اوكي، يعني بغير بس في شكل الجرح. المهم احنا هنحط دي هنا، ودي القصيرة دي ورا، والطويلة دي هنحطها هنا من قدام. كله من جوه كله من جوه اوكي. جوزها هيبتدي ان هو يطلقها. هو مش جماعة، هو مش شخص ندل ان هو مثلا شافها خسرت شغلها فهيطلقها، لا هو اتضايق ان هي آه، معتمدة على نفسها زيادة عن اللزوم، ان هي مش بتشاركه في تفاصيل حزنها. هي على طول اتخطت وخدت القرار في ثانية، فهو متضايق ان هي مش عارفة تعبر على حزنها ومتحاملة على نفسها. انتوا شايفين جمال العلاقة اللي هما فيها بجد. طبعا هنقعد نظبط شوية كده لحد ما ايه نثبتها. هي عايزة اقول لكم ان هي اصلا كانت سبب من اسباب ان ابنها فقد حاسة السمع بتاعته. يعني هو ابنها مش مولود كده. ففي يوم لما كان راجع هو من المدرسة كان عندهم حصة، المدرسة سألتهم انتوا عايزين تطلعوا ايه لما تكبروا؟ فهو كان كاتب ان انا عايزة ابقى مدير تنفيذي زي مامتي، اللي هو CEO، سواء بقى كان في شركة مامتي او كمصنع. عشان مامتي مشغولة طول الوقت، بس انا بحس ان هي حد جامد جدا. فهي قالت له عارفين ان هو طب والله لحقق لك حلمك، سيب الموضوع ده عليا. فمن ساعتها هي واخدة الموضوع جد جدا وشايفاه هدف قدامها، لدرجة ان هي حتى لو هي هتقع دلوقتي انا عندي خطة بديلة عشان هكمل. يعني انتوا لو لو تابعتوا المسلسل هتلاقوا ان هي منهارتش. يعني هو كان في وقت ان هي تنهار، بس هي منهارتش. هي عليها دين المفروض تسدده للمصنع، هي عارفة ان هي مكملة في الشركة، هي مديرة تنفيذية اساسا، فخلاص هي ضامنة وضعها في الشركة. فاللي هو تمشوني ايه يا جدعان، وخلاص كانت هتاخد تقريبا قرض او حاجة كده عشان تكمل بقية المصنع، فكل ده بينهار قدامها فاهمين. وهي راحت هتقولي الولد ده هنخش بيه مسابقة عشان نطلعه، عشان هي كمان محتاجاه. هما الاتنين محتاجين بعض، لان هي عندها ديون وهو عنده ديون، بس هي مش هتحكي له اي حاجة ان هي مثلا مش هتقول له انا بستغلك عشان المصنع بتعبني فاهمين. هتقعد تهيأ له الدنيا وبتاع. بجد مش عارفة احكم عليه، يعني انا مش عارفة اقول ايه، بس مش يعني انتوا هتشوفوها كفيلن، وهتشوفوها she's a good mom وبتحاول تحقق لابنها اللي هو عايزه. حتى هو ابنها يقولها انت ليه ما استسلمتيش، ده انا استسلمت. غلس في الموضوع ان الولد عنده تروما من التخلي، وهي هتتخلى عنه في حتة معينة، لان هي هتاخده عندها البيت هتعيشه معاها في البيت، لان هو مامته متخلية عنه، عايش عند خالته. كان عايش في السكن بتاع الشركة دي، بس لما كان بيزهق كان بيروح عند خالته. كانت راحت تقابل مامته، كانت لقيتها الست فظيعة ان هو اصلا يعيش معاها او يتعامل معاها حتى. فقالت لها ملكيش دعوة بيه خالص وما تكلموش خالص، وخدته وقعدته عندها في البيت
وخلّيته يبقى المسؤول مع يعني طول ما هو في الحصة طبعًا هو مش هيعرف يكتب، لإن هو مش هيسمع الشرح، خلّي دايمًا حد يساعده. أول واحد ده اتخلّى عنه مع إن مامته كانت بتدّي للولد ده فلوس، بس هو ما كانش عايز يعمل كده، فخلّيته هو اللي يساعد ابنها. طبعًا هو مطرّيها خالص من الدراسة، فكان بيرشي الطلبة اللي هناك، بيشوف أي حد بيسمع فرقة معيّنة مثلًا ويقوم جايب لهم الlight stick بتاعتهم، الألبوم بتاعهم، كل دي بتبقى طالعة توالف من الشركة اللي هو كان شغال فيها. بيضبّط حاله يعني فاهمني؟ أنتم هتنبسطوا من المسلسل، وطبعًا ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في المسلسل، وتقولوا لي إيه رأيكم في هذا الفيديو عمومًا. hijab tutorial and بنتكلم في K-drama في نفس الوقت. أول مرة أصلًا أعمل حاجة وأتكلم في حاجة تانية في نفس الوقت. Tell me this is not the best way to wear a hoodie في الشتا اللي إحنا داخلين عليه ده. Tell me عشان أنا بقى لي فترة بادوّر على طريقة ألبس فيها الطرحة وأحس شكلي حلو جوّه الhoodie، عشان أنا باعمل زي ما قُلت لكم الطرحة بطريقة معيّنة، فأنا لمّا باعملها كده وكنت بالبسها كنت باحس الطرحة عملت كده على وشي، فدلوقتي it's so good. يعني لمّا أرمي كل حاجة ورا ضهري حرفيًا وتبقى دول بس اللي باينين، بجد it's giving me the vibe that I want، إن أنا لابساها وفي نفس الوقت مستمتعة بالhood نفسه. ف just tell me this is not the best one. هتقعدوا فترة كبيرة جدًا، 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 جدًا والله على بال ما تلاقوا الحجاب اللي بيليق عليكم، وتجربوا كذا حاجة، كذا حاجة، كذا حاجة. أنا بقى لي سنين كتير لابسة الحجاب وابتديت أحبه قريب سيكا. أنا كنت من 3 سنين بافكر إن أنا be kind to anyone who's trying، عشان انتوا فعلا مش عارفين what she's going through، ف be kind please. عشان أنا الفترة اللي فاتت كان بيجيلي تعليقات من اللي هي مش هقول سلبية لأن هما مختلين عقليا، هما من ساعة ما بقوا يسموا هذه التعليقات سلبية، والناس بقت بتتخطى حدودها زيادة عن اللزوم. ف you don't know nothing about anyone in the internet. He's a stranger, you're a stranger. If you have any nice thing to say, it's okay. It's if you're not, just keep it to yourself. And I guess this is part of our deen also, right? So if we are talking about deen, so this is also part about deen. I just want to clear it out والله يا جماعة. وأنا يعني سوري إن أنا اتكلمت بالإنجلش، بس فعلا ما بعرفش أتكلم عن حاجة أو أعبر عنها قوي غير كده، بالذات لو it's a personal thing يعني. I guess there will gonna be a vlog very soon، يعني هيكون في vlog قريب طبعا. هedit فيه سنين بس مش مشكلة، لأن هيكون أول فيديو ليا وأنا مسافرة لونلي لونلي لوحدي كده. مش هسافر بعيد يعني، هسافر بس مش هكون في القاهرة، هكون في حتة تانية. مش هقولك عليها دلوقتي، هقولك عليها في الفلوج. مش هوصيكوا تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد. This is the end of our video. هتوحشوني جدا للفيديو الجاي. See you in another vlog or gossip. Bye.